ازيكم يا حبايبي؟ النهارده ان شاء الله هنعمل الطاجن القمر، الطاجن الجميل، الطاجن اللي اي حد في الدنيا بيحبه، طاجن اللحمه بالبصل. تعالوا معايا هنشوف احنا هنعمله ازاي. معايا كميه لحمه واي قطعه من اللحمه هتنفع. معايا طاسه سخنه هنزل فيها بمعلقه سمنه كبيره، وبعد كده هنزل باللحمه على نار عاليه، مش هقلب. ما تقلبيش عشان اللحمه ما بتنزلش ميتها. انا عايزه اللحمه تتحمر 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 يعني. وبعد كده بنزل بالتوابل بتاعتي اللي هي معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ومعلقة صغيرة من السبع بهارات، ورشة جوز الطيب، ورشة قرفة. دي التوابل بتاعته بتاعت الطاجن. وهقلب كده. خلاص، هقلب التوابل مع اللحمة. تسيبيها تتحمر خالص. وبعد كده انا معايا مية بتغلي برضو، هنزل على اللحمة. هخلي اللحمة تستوي في المية دي، ومش هحط البصل دلوقتي خالص. احط البصل لما اللحمة تستوي. زي ما انتوا شايفين كده، دي رشة القرفة اللي في الاخر. وخلاص كده بزود مية، وبعد كده بسيب اللحمة تستوي خالص براحتها. وكل ما تحتاج مية يعني هشوفها استوت. خلاص ما استوتش هزود مية برضو سخنة. بعد كده هنزل بكمية البصل. كمية البصل دي بتاعتك انتي، 6 بصلات، 4 بصلات، 5 بصلات، مش هتفرق يعني. بس البصل حلو قوي قوي. انا حطيت 5 بصلات فيهم. وهقلب كده برضو اللحمة مع البصل مع التوابل بياخدوا طعم بعض. بعد كده هزود مية سخنة برضو تاني. هحط التوابل بتاعتي هي اللي انا حطيتها في الاول، بس رشة القرفة خلاص مش هحطها تاني. دلوقتي في المرحلة دي انا حطيت الملح. في الاول ما حطيناش ملح، دلوقتي حطينا الملح. بعد كده هنزل برضو بالمية اللي بتغلي زي ما انتوا شايفين كده، وهسيب اللحمة تستوي مع البصل. اخر مرحلة دي زي ما انتوا شايفين كده اللحمة استوت خالص واتشربت من البصل وتقلت خالص. هنزلها دلوقتي في الطاجن، وهغطي الطاجن واحطه في الفرن. ومش هياخد معاك حوالي 10 دقايق 12 دقيقة بالكتير، عشان خلاص كل حاجة استوت. وألذ طاجن لحمة بالبصل هتاكلوه. بعد كده هغطيه زي ما انتوا شايفين كده. دايما حط الطاجن في اي صينية، عشان لما تيجي تسحبي ما تسحبيش الطاجن بس هيحرق ايدك، لكن الصينية بتطلعيها عادي. وبالهنا والشفا. وده بعد ما خلص الطاجن.